السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا من كل بلد أكلة. وحشتوني جدا، اتأخرت عليكم كتير أنا عارفة، وقلنا إن شاء الله النهاردة نعمل حلقة حلوة جدا. أول صنف كده نسمي الله ونقول مكرونة. عندي مكرونة بالكبدة وصوص الدقة. يعني إيه صوص الدقة؟ لما تبقوا معانا كده لغاية آخر الحلقة هتشوفوا يعني إيه صوص الدقة، وهنعمل مكرونة بشكل حلو قوي وبطعم كمان حلو قوي وما فيهاش وقت خالص. نسمي الله ونقول على اول كده المقادير بتاعت اول وصفه بتاعتنا. عندي طبعا زبده، زيت، سمنه، الماده الدهنيه اللي تريحك. انا هستخدم طبعا زيت والكبده وثوم مفروم، كزبره ناشفه، وفلفل حراق احمر بقى او اخضر على حسب ما تحبي، وعندي كزبره خضراء تكون مفرومه. والمكرونه بتاعتنا زي ما احنا متعودين مسلوقه نص سلقه. طبعا في صوص كده في الاخر هنعمله للمكرونه، بس تعالوا نبدا مع بعض. اول خطوه في الكبده بتاعتنا، هنجيب طاسه كده على النار، هنحط فيها الماده الدهنيه بتاعتي. هسيبه طبعا لغايه لما يسخن الزيت علشان انزل بالكبده واديها صدمه. هنبدا بقى وزي ما احنا كلنا عارفين ان الكبده مكرونه بالكبده بصوص كده الدقه. اهم حاجه يا جماعه في الكبده ان هي واللحمه احنا ما بنغسلهمش طبعا عشان فايدتهم ما تروحش منهم. احنا هنصفي كده، هديها صدمه اهي. اول ما ابدا احس ان هي بدات لونها يتغير شويه هنبدا نقلبها ونحط وراها على طول بقيه التوابل بتاعتنا والمقادير بتاعتنا، علشان بعد كده هنفصل خالص الكبده دي، هنشيلها هنحطها في طبق كده لوحدها ونكمل بقيه الوصفه بتاعتنا اللي هي المكرونه. بس هنعمل صوص المكرونه في نفس الطاسه بتاعه الزيت اللي انا هعمل فيه الكبده بالتوابل بتاعته وكل حاجه، علشان برضو بتاخد معايا الطعم. بدا لونها يتغير، هديها كده تقليبه. امشوا بس معايا بالمقادير اللي انا بقولها ديت خطوه بخطوه، واعملوا نفس المكونات اللي انا هعملها بنفس المقادير بجد وجربوها. وعايزه طبعا رايكم الاسبوع الجاي ان شاء الله كده لما اشوفكم تقولوا لي احنا جربناها وطلعت رايها ايه معاكم. زي ما احنا شايفين لون الكبده هو بدا يتغير. انا طبعا مقطعاها كده شرايح، انتوا بقى حابين تقطعوها مكعبات مفيش مشاكل، اللي هي العصافير الصغيره خالص او اللي هي مكعبات تكون كبيره شويه على حسب ما تحبي. انا لون الكبده بتاعي اتغير، هبدا بقى هنزل بالثوم ناعم وكزبره ناشفه تقليبه بقى كده مع الكبده. نقلب الثوم كويس جدا علشان الكبده تاخد كده طعم الثوم والكزبره. اول ما ابدا احس ان ريحه الثوم بدات تطلع زي ما انا شماها دلوقتي كده، ويا ريت كنتوا تبقوا معايا عشان تشموا نفس الريحه كده. اول ما احس بدا ريحه الثوم تطلع هبدا انزل بالفلفل الحار بتاعي سواء اخضر بقى او احمر، ده اللي بيدي طعم حلو قوي كده. في يعني اكلات يا جماعه ما ينفعش فيها الا لما لازم نحط فيها كده ايه الفلفل الحراق بتاعنا. هنزل بالفلفل. طبعا لو انت حابه تستغني عن الفلفل الحار دوت بتحطي فلفل رومي عادي مفيش مشاكل، علشان بس لو حد معدته يعني بتوجعه شويه من الحراق والكلام ده كله حطي فلفل رومي. بس تحطي لو انت برده عايزه فيها نسبه سبايس شويه او حراقه شويه حطي فيها نسبه شطه صغيره مفيش اي مشاكل خالص. هنحط دلوقتي بقى معايا كزبره كده، كزبره بقدونس حبه صغيرين خالص مش كتير. وفي الاخر خالص هحط الملح بتاعي، حبه ملح صغيره وحبه فلفل، وهسيبهم شويه طبعا لان احنا عارفين ان الكبده ما بتاخدش وقت خالص. هسيبهم شويه عشان بعد كده هنطلعها ونعمل الصوص بتاع المكرونه عقبال ما تاخد وتدي كده مع نفسها. هقول لكم انا عملت طبعا صوص المكرونه ازاي. حابين بقى انتوا تاكلوها كده تطلعوها كده وتخلوها طبق رئيسي مفيش اي مشاكل بقى، في عيش بلدي في عيش فينو طبعا اللي يريحكم. تعالوا مع بعض دلوقتي في بقى صوص انا عاملاه بتاع المكرونه اهو. ده شكله تمام. عباره عن ايه بقى الصوص ده؟ تعالوا مع بعض نقول. صوص الكبده ده عباره عن ثوم مفروم
وفلفل حار اخضر برضو او احمر اللي يعجبك، وعندي الكزبره، وعندي ليمون وزيت وخل. حطاهم كلهم في محضره الطعام او في الخلاط في هاند بلندر، اي حاجه عندك ممكن تطحنيه بحيث ان هو يطلع نفس السمك ده كده. انا الكبده بتاعتي دلوقتي اهيت زي ما احنا شايفين، خلاص انا كده بالنسبه لي خلصت. هبدا اعمل ايه؟ في طبق هطلعها كده، بس اهم حاجه شويه احتفظ بالصوص اللي انا بتاع الكبده دوت، ما نزلوش كله مع الكبده. هرجع تاني بقى على النار، وهنزل بقى بالصوص بتاعي تقليبه بقى كده للصوص ده. انا عندي دلوقتي الصوص اللي احنا حطينا توم، فلفل حراق، وعندي كزبره، زيت، ليمون، خل، كل ده كده في محضره الطعام او بالهاند بلندر بالخلاط باي حاجه، المهم يوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. حطيناه مطرح ما شلنا الكبده بنفس الطاسه هي عشان تدي برده طعم كده للصوص بتاعنا. وهنجيب بقى المكرونه بتاعتنا زي ما احنا متعودين، مكرونه مسلوقه نص كده. يعتبر معايا اول طبق خلص. هنكتفي بقى بالكميه دي كده حسب ما تحبوا انتوا. نحط المكرونه وبعد كده نظبط بقى الطبق بتاعنا. هظبط المكرونه، اهم حاجه طبعا ان الطبق يكون شكله حلو على السفره. وهنزل على طول بقى بالكبده. وادي اول طبق عملناه، سهل جدا وما اخدش كمان معانا وقت خالص. تمام، ادي كده اول وصفه. هنخش على طول بعديها على الوصفه الثانيه، وهي سلطه لسان العصفور بالكبده. كلنا بناكلها في احسن المطاعم ومشهوره جدا، خصوصا مع الجمبري والمخ والكبده اللي هي الرده والكلام ده كله. احنا كمان النهارده هنعملها بسيطه جدا، فعلا ما بتاخدش وقت وبتكاليف قليله جدا. هنعمل سلطه كبده بلسان العصفور. هنقول على مقادير السلطه بتاعتنا. مقادير سلطه الكبده بلسان العصفور: هنقول سمنه، عندي لسان العصفور، بصله مفرومه وثوم مفروم، وعندي الكبده، وعندي عصير طماطم، وبعد كده ملح، كزبره، كمون، فلفل اسمر. نبدا على طول في الوصفه اللي بعدها. نقول بقى عملنا ايه. ادي الحله بتاعتي حطينا فيها السمنه، وهحط فيها لسان العصفور، حطينا دلوقتي السمنه وحطينا لسان العصفور. هسيبه طبعا لغايه لما يبدا ياخد بتاع اللون الذهبي اللي احنا متعودين عليه، وبعد كده هنكمل ونقول عملنا ايه. اول ما لسان العصفور بتاعنا هيبدا ياخد لون، هنحضر بقى احنا الحاجه كده. هنحط البصله بتاعتنا، وهنحط توم وحبه كبده صغيرين خالص لان مش هيحتاج كبده كتير، وادي عصير الطماطم وملح وفلفل. حابه تعملي لسان العصفور بالزيت، بس انا حبيت اعمله بالسمنه، بتديله طعم حلو قوي كده. بصوا بقى لسان العصفور بتاعي بدا ياخد لون عفوا. ايدي طبعا ما تنساش ان انا اسيبه واروح في حته تانية والكلام ده كله، لان انا مش عايزه اللون بتاعه يبقى غامق، انا عايزه طبعا اللون بتاعه يبقى فاتح وحلو جدا. ادي اللون اللي انا عايزاه في لسان العصفور، زي ما احنا شايفين لونه فاتح مش غامق. هبدا انزل بالبصله بتاعتي، بصله مفرومه ناعم كويس جدا او متقطعه مكعبات صغيره جدا، مع طبعا التقليب المستمر، لان انا ولا عايزه طبعا لسان العصفور لونه يتغير، ولا كمان البصله اللي هي تتحرق مني او لونها يتغير. والثوم بتاعي كل ده بقى كده يتقلب مع بعض.
بعد كده هعمل ايه؟ هنزل بقى بحبه الكبده الصغيرين خالص اللي احنا شايفينهم دول، تشويحه مع لسان العصفور والبصل والثوم. اخده تشويحه دلوقتي. هنزل بعصير الطماطم زي ما احنا شايفين بقى، شايفين لونه زي بالظبط نفس لون السلطه اللي احنا بناكلها بره. هحط بقى حبه ملح صغيرين، حبه فلفل طبعا، والكمون والكزبره اللي احنا قلنا عليهم. تقليبه بقى مع لسان العصفور. هسيبه بقى لغايه لما يبدا يستوي وتتقل كده وتبقى الصوص بتاعها تقيل، وبعد كده هنطلع على طول السلطه بتاعتنا. هنعمل مع بعض الجلاش البانيه. نلبس الاول بقى القفازات بتاعتنا عشان طبعا هنحتاج كده ايه. طبعا اهم حاجه يكون الجلاش طبعا مقفول عشان ما ينشفش منك. احنا شايفين طبعا بيض، وشايفين دوت دقيق عليه بقسماط، وده طبعا المشكل بتاعي اللي انا هحشي بيه. احنا طبعا هناخد ورقتين ورقتين او 3، يعني ماكسيموم كده ورقتين او 3. ده عندي بيض، هحط عليهم حبة لبن مع حبة ملح وحبة فلفل. هضرب بقى البيض والملح والفلفل كده مع بعض. الحشو بقى زي ما تحبوا، يعني تحبوا بقى سوسيس، سجق، لحمه مفرومه، جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، جبنه شيدر، بسطرمه، مشكل جبن، اي حاجه اللي يعجبك اعمليه. وهبدا اعمل ايه، هسمي الله بقى كده. اوكي، عندي الحشو بتاعي. ادي جبنه موتزاريلا، جبنه رومي، هدهن الطرف ده بالزيت. وهجيب بقى اخر الطرف، هقفل كده كويس جدا واضغط اهو. اهم حاجه الضغطه دي علشان اتاكد ان هو اتقفل كويس معايا. نجيب طبق نحط فيه كده اللي احنا قفلناه، علشان بعد كده نحط على طول في البيض وبعد كده في الدقيق والبقسماط. زي ما احنا شايفين ادي هو شكله، زي ما احنا شايفينه بالطريقه دي كده. خلصنا الكميه، وزي ما احنا شايفين اهو شكل مربعات اهو، وقفلناها بالزيت. وطبعا قلنا الحشو زي ما انتوا حابين، اي حشو تحبوا تحشوا بيه، وطبعا الزيت يكون سخن. هنحطه بقى في ايه دلوقتي؟ هنحط في البيض ولبن وملح وفلفل، وبعد كده هنحطه في البقسماط والدقيق. مع قرن فلفل. نبدا بعد كده نعمل ايه؟ جبنا الطروف طبعا مع بعض، اللي هو الطرف الاول وادي الطرف الثاني، وبعد كده عملناهم على شكل مربع. هنحط بقى في البيض كده. طبعا الايد اللي
هنفض كده كويس جدا البقسماط والدقيق وهحطه في الزيت مع بعض تاني كده. ادي البيض واللبن وملح وفلفل عشان طبعا زفارة البيض، واهم حاجة الجناب ديت اشربها برضو كويس جدا من البيض كده. هرجع تاني نفس الخطوة واتك عليه كده، وما ابدأش احركه او اقلبه على الناحية التانية لغاية لما ابدأ احس ان اللون اللي تحت بدأ ياخد اللي هو اللون الذهبي اللي احنا عايزينه واللي احنا هنطلعه دلوقتي مع بعض. هو طبعا الطاسة بتاعتنا مش هتقضي الا 2. شوف كده عشان نسيبهم كده بحريتهم كده. انا دولت خلاص مفيش بقى، مش محتاجاهم تاني، هشيلهم. بصوا بقى الجلاش بتاعي بدأ ياخد لون اهو. هقلبه على الناحية التانية ماشي معانا بالعكس، بس ايه شايفين ده اللون بقى اللي احنا عايزينه في الجلاش اهو. هنطلعه بقى على طبق، نجيب طبق اهم حاجة علشان نصفي الزيت. اي حاجة بتعملي فيها زيت لازم طبعا تصفيها على مناديل علشان ما يبقاش وانتي بتاكلي كده تبقى الحاجة مليانة ايه، مليانة زيت. مين تسمعوه بيبقى طعمه مقرمش كده وحلو قوي. ايه رايكم بقى؟ وصفه بجد حلوه قوي، وزي ما احنا شايفين ما اخدتش برده معانا وقت. اكلتنا النهارده كلها ووصفاتنا النهارده ما اخدتش وقت خالص، وكمان طعمها حلو قوي كده. الطاسه هرص طبعا الجلاش بتاعي. تمام، احنا النهارده عملنا مع بعض جلاش طبعا زي ما احنا شفنا كده بالحشو بتاعنا، وعملنا مكرونه بصوص الدقه، وعملنا سلطه اللي هي لسان العصفور بالكبده، وعملنا كمان السلطه بتاعتنا الخضراء زي ما احنا شايفين كده بالمايونيز. مايونيز محدش يستغرب، مايونيز بجد بيدي طعم حلو قوي للسلطه بتاعتي. نحط بس كده الحاجات اهيت عشان ايه الساده المشاهدين. يا رب بجد تكون وصفتي النهارده كانت خفيفه عليكم وعجبتكم كمان. ان شاء الله تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. الحلقه الجايه هستنى طبعا ارائكم ان شاء الله. الحلقه الجايه انا كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده، وشكرا جدا على اتصالاتكم. كنت معاكم الشيف ولاء سعيد.